وصلنا في قعدة صحاب لآخر قعدة في رمضان. كل سنة وانتم طيبين، وإن شاء الله بكرة العيد. برحب بأحبابي وإخواتي اللي قدروا يجوا من قعدة صحاب اللي عملناها كلها، واللي ما قدرش يجي أو ظروفه ما كانتش مواتية للمجيء نحب نقول له كل سنة وانت طيب، وإن شاء الله إن شاء الله إن شاء الله نلتقي على خير مع بعض. أحب أرحب في البداية بأخويا الكبير وصديقي وحبيبي نور الدين. ازيك يا نور؟ حبيبي الغالي، كل سنه وانت طيب. الف صحه وسلامه حبيبي. وتموره كل سنه وانت محمود. كل سنه وانت حبيبي، كل سنه وانتم طيبين وانت طيب يا حبيب قلبي. الحمد لله ربنا يعني ايه بلغنا العيد على خير، ويا رب يعيد علينا رمضان اعوام عديده وازمنه مديده يا رب. الحمد لله. واخويا شريف عنتر صديق الكفاح والعمل والايه يا شريف؟ كل سنه وانت طيب. وانت طيب. طيب كل سنه وانت طيب. ها خلصت رمضان يا معلم؟ انت مش شايفني خاسس؟ شايفك خاسس بصراحه يعني. انما اللي شايفهم مش خاسين اخواتي الكبار. شوف ظالمنا، انت ظالمنا. انا خسيت برضه على فكره. احنا عايزين نقترح بقى يعني بما ان احنا خلصنا رمضان السنه دي وما لحقناش نعملها، اتفضل. نعملها بقى السنه الجايه. اول يوم في رمضان ميزان، واخر يوم في رمضان ميزان. قصدك اخر 10 ايام ميزان؟ اخر 10 ايام ميزان. انا بقالي في مجهود بيتبذل في الاخر 10 ايام دول. بقالي 5 سنين بعمل الموضوع ده. بتوزن اول يوم بوزن نفسي ليله رمضان، وبوزن نفسي اخر يوم في العيد. وبعدين انت كده يعني انت بتعمل حاجه من ورانا. لا ده انا بقالي 5 سنين على الموضوع. بتذاكر من ورانا يا مرسي. يعني في النهايه بوظت حوالي 12 ميزان لغايه كل سنه وانتم طيبين وعيد سعيد يا جماعه. انت بخير وسعاده. ايه الدنيا يا نور؟ هنعمل ايه في العيد؟ والله يا حمام اللي بنعمله كل سنه، وانا اللي بتورط في الحكايه دي. قول. مش احنا بنتجمع كل ليله عيد؟ حصل ان شاء الله. فاكر ليله العيد اللي طلعت فيها ال10 جنيه الجديده وال20 جنيه الجديده؟ في حاجه ناس طبعا طبعا الاستاذ نور محافظ البنك المركزي للشله على راي ابويا وزير الماليه. كل ما يشوف ربنا يبارك لنا فيه يا رب. ده كان يوم. ايوه يوم حلو. بس انا ايه رايك في الصبي بتاعك؟ الله يبارك لك. دخلنا على الجماعه اصحابنا كانوا قاعدين في الكافيتيريا والدنيا زي الفل، واول ما شافوا نور في فلوس جديده يا نور. لا ده لا ده كانوا قاعدين مستنيين وكل واحد حاجز يا راجل. يوم ال20 يوم ال10 بقى العيد اللي قبلها. كان في عيد بان الصغير كانت 10 جنيه هي كانت الصغير اللي كانت قاعده الصغير بتاعت اصلا يوم. انا يوم ال10 جنيه دي فكيت منه مش فاكر قد ايه كده، خدت شويه عشرات ورحت بقى علشان افرح العيال. يلا يا ولاد حاتم والبنات عندي وكده، يلا كل سنه وانتم طيبين. اللي ياخد الفلوس يقول لي يا بابا انت بتاعت انا فلوس بنك الخاص يا ولاد. ما كانش حد يعرف. ايوه ما كانش لسه عندي. ما حدش لسه شافها. ده ال10 الشفافه. شوف بقى اللي حصل. وعهد الله قعدوا يعملوا على النبي. انا خدت منه الفلوس فمروح الحلاق اللي تحت البيت حلو. فشاف الفلوس معايا. يا باشمهندس ما فيش كده من الفلوس الجديده. المهم اديته بتاع 100 جنيه مثلا. الولد ابن الذين باع ال10 ب20. يعني ده لا ناس مصدقه انها فلوس. بقول لك رموها. لا ما كانت نازله على الفيسبوك. ده كان بيبيعها زيها زي المخدرات. ما كانتش موجوده. مش فاكر احنا كنا حاجزينها وبتاع ونتخانق عليها. ايوه يلا بقى افرحوا. خلي بالك انا مش ناسي العيد ده هنقضيها قفلتوني يا ولاد. هنقضيها ديكور. فاكر بتاع الكافيتيريا لما ادينا له منها الفلوس واحنا بنحاسب يعني مع واجب يعني انا فاكر اوروبي دي كده يعني. وفضل يقلبها يمين وشمال خاف يرجعها بقى يورو محرج. هو يعني بص احنا لينا عدد احترام، شايف الناس محترمه قدامه، بس خايف يقول لك مثلا انتوا بتضحكوا عليا، انتوا جايبين لي فلوس مزوره. بقالكم سنين بتقعدوا هنا باحترامكم ليه كده؟ ده كانت نازله بقى لها 3 ايام ولا 4 ايام. ما كانش لسه. ما كانش خلي بالك ان هو خد الفلوس في الاخر وسكت وراح سأل وراح راجع مفيش تاني. الاول ما كانش عايز ياخدها. ده طلع من الجديد بالظبط. ايوه ما كانش عايز ياخدها. وبعد كده رجع قال له مفيش معاك بقى. لما سأل قال له طب هات منها دي ما حدش فيها مفيش تاني. خد بالك ان احنا قضينا الليله دي كل اللي قاعدين كل اللي بياخد ورقه يحطها كده ويتصور. كان في حته شفافه كده وانا خالد حسونه بصوره وهو ماسكها. جت الصوره وهو وراه. بقت اختراع بقى قادر كده كله عايز ياخده وما ظبطتش زي بتاعته.
لا بس كان عيد مختلف يعني او عيديات مختلفه يعني. كان عيد بلاستيك. بلاستيك صحيح. ها تامر ايه الدنيا؟ ايه العيد كحك. عايز بقالي كذا سنه بفكر كده، بس ما اعرفش ساعات بتظبط وساعات يعني نص. عايز فعلا اقوم واخد الولاد ورايح البلد يزوروا قرايبهم. نفسي اعمل ده والله، نفسي اعمل ده فعلا بصراحه. جو مختلف تماما. طبعا، بس ما يعني عارف، هي دي كانت انا واحنا صغيرين كان ده على طول كده يوم العيد ده. احنا طبعا كنا بنسهر برضه، فنرجع هم صحيوا من النوم صلوا وصاحيين بقى. انا ما شفتش النوم، بس ما اقدرش ادخل انام خلاص. انسى الكلام ده. الحاج كان في عندي عم بقى ده، انا كنا بنروح البلد مثلا عندي اربع عمام وعمتي. في عم بقى له ثالث واحد ده ليا سرير هناك. يعني ده كنا بننزل نعيد على ننتي الله يرحم الجميع بقى، وعمي الاولاني، عمي الثاني، عمي الثالث ده اخش. هم بعد فتره كان يعتمر سريرك جوه، فادخل بقى لما يخلصوا بقى هم بقى عمتي ويقعدوا مش عارف ايه، وعلى اخر النهار كده صح وتامر بقى من عند عمه عشان نرجع المنصور. بس كده كان يا جماعه بقى انا مطبق بقى. انا عايز اقول لك على حاجه، اللي انت بتتكلم فيه ده مشروع مربح، والمفروض ان انت يعني ما تكسلش. ما كله خلف. لا كله خلف. ما انا فاهم. خلي بالك من حاجه، انت بتروح عليه بتاخد العيديه مربح. انت بتبقى هناك في البلد ومربح لمين يا عم؟ هو الجيل ده عد، هو بيجي ده مربح ايه؟ في ناس بتعملها كده يا محمد. ده مربح. انا عايز اقول لك في ناس بتعمل ايه، بتاخد العيديات وتقوم خلعه وخلاص وانتهينا. سلام عليكم. طب اسمع بقى، انت قلت كام عم وعمه؟ اللي كانوا بيبقوا في البلد، لان انا كان عمي اللي كان ليه عمام مش في البلد، بس اللي في البلد هم كانوا 5 بيوت لازم نعدي عليهم. حلو. انا بقى عندي 9. ما شاء الله. كنت بتنام فين انت بقى؟ بتنام في نمره كام؟ ننزل البلد لازم نعدي على 9 بيوت. ادي واحد ولادهم. ما هو انا ابويا الكبير ده آل سعفان. يعني ابويا الكبير ف9. ال9 دول في منهم مخلفين كبار ومتجوزين فبيوت. انت بتتكلم في اجيال بقى كده، في جيل اول وجيل تاني. فاحنا بقينا بنعدي يعني اخر عيد انا فاكره احنا داخلين تقريبا في حدود 12 13 بيت. ما شاء الله. 100,000 جنيه يعني. السباك راحت فين؟ السباك ده اوفر بالنسبه لك. مراتي جت معايا مره توبه خلاص يعني مره. هي بتبقى هي مره الوشوش يعني بس انا اعرف الوشوش عشان لو اتقابلنا في يعني عارف اللي هو يعني فالدنيا كانت بتبقى جميله. بس كان هو ده العيد والله. كان لا وكان الواحد بياكل كميه ترمس كل بيت عندك ترمس حلبه والحلبه الشعر والفول النابل والفول. لكن الناس بتزعل لو اتحطت الحاجه قدامك وما كانش. طب والله انا لسه ماليش دعوه. انت مش عايز تاكل لسه جاي عند عمك مش عايز تاكل عندي كده بقى. وتقابل حد عند حد يكون هو برضه جاي عايد عليه، فتقوم انت قايم بقى معاه مش عارف انت كنت بتاكل معاه. يعني انت ما انا كنت قاعد باكل معاك هناك يعني انت تاكل هناك ما تاكلش هنا. ايوه. طب ما انا اكلت خلاص. وبعدين الدايره دي بقى تلاقيك انت ايه اللي عنده اول واحد مقابله عند الخامس. هو ده بالظبط كده. بتقابله انت فاهم اللي هو ايه كده بقى. دخل خلاص. كنت انا اقعد بقى ازق السياره لحد ما نوصل اللي عند عمي اللي بنام عنده ده. ايوه عشان تنام. وقاعد عليهم مصحى. انا كانت مرات عمي الله يرحمها ويحسن اليها يا رب، دي يعني ست انا كنت بحبها جدا معشقها يعني. كانت دايما تعمل لنا الكفته. عارف انت الكفته اللي هي في الدمعه دي؟ غير الهوبر بقى، غير الهوبر والمحشي والكلام من ده، اسمها كفته الرز. كنت بعشق الكفته من ايديها دي. الله يرحمها ويحسن اليها ويرحم عمي يا رب الاثنين يا رب. المهم برضه كان نفس النظام، السرير واخش تنام، تيجي تقول لي هي طيبه وجميله كده، يا ولاد انتوا جايين يا ولاد تعيدوا ولا ايوه انتوا عايزين ولا تناموا ولا جايين ننام. زمان واحنا صغيرين بقى كنا بنلعب التصاصيص اللي هي البلي. بيسموها التصاصيص في البلد. جد ولا جد؟ هزار ولا جد؟ لا ده بجد والله. بجد؟ والله يعني كنت بلعب. لا اسمه يعني انت فاهم الكلمه اصلا بجد دي اللي بياخد اللي يكسب. هزار اللي يكسب يرجع البيلي تاني. يعني نلعب ونخلص وتروح تاخدوا جد وتاخدوا البيلي. لا جد ماشي. جد يعني. فالتصاصيص دي كانت بتبقى فقره اللي هو انت وبعد التصاصيص كلنا طبعا مبهدلين ومنيلين ندخل على فقره الغداء. عمامي كلهم يتجمعوا، وطبعا يعني برضو الموضوع كان بيمشي ناحيه ايه بقى، الرجاله الاول تقعد
وجدي وبتاع بعد كده. فطبعا ده ما كانش مستساغ بالنسبه لايه لاهالي المدينه. تقسموا الاسره يعني الاسره تقعد جنب بعض. يعني لا الرجاله يقعدوا الاول. يعني انا حابب مراتي لا مش انا حابب مراتي لا انا حابب لا هم متعودين على ده. فاللي كان مين اللي بيتضايق من ده؟ العيال البنات بالذات. اخواتي البنات كده يا بره عارف اللي هو يعني ايه متضايقين بقى يعني عارف في طبقيه في الموضوع. ايوه والمرأة نصف المجتمع. لا هي المرأة نص المجتمع وبتولد النص الثاني اذا فالمجتمع كله. أيوة. بس انت قول اللي انت عايزه ولا قول اللي انا الله على الشعارات. بس انا وهم طيبين. شريف بيوصل السلام. كل سنه وهم طيبين. كل سنه وهم طيبين. كل سنه وهم احنا طيبين. عايشين في الدنيا ده يعني إلا علشانهم. يا باشا هي اختك وامك ومراتك وبنتك. دول في يعني بص انا عايز اقول لك دول في قلبنا. هو فيها شريف انا مش مرتاح لك. يعني طب نعمل ايه تاني اكتر من كده؟ ما انا لازم اقول انتوا بقى قولوا اللي انتوا عايزينه يعني. ما انت قلت في الحلقه يا شريف. شريف سكه السلامه ما بيخمرش. حد فيكم لعب 7 بلاطات في البلد في العيد؟ انا بس معلش قبل الحته بتاعت قول يا باشا. العيديات ديت انا عايز اقول لك ان في عيال يعني ربنا يحفظهم ويبارك لهم بيلموا العيديه 3-4 مرات. انت بتبقى قاعد بتدي عيديات لما يكون ما شاء الله عندك عدد والواد يجي لك مش انا مدي لك عيديه لا انا ما خدتش. انا ما خدتش وبمنتهى الثقه. انت بقى ما بتعرفش وتتاكد غير لما يبقى في حد قاعد جنبك يقول لك لا انت اديت له. انت تفضل جنب لحد ما تخلص. لعبت 7 بلاطات؟ هي بتتلعب ازاي 7 بلاطات دي؟ هما بيبقوا 7 حاجات فوق بعض كده باين. 7 بلاطات فوق بعض وفريقين وانت بترمي باين بالكوره تقوم وقع تمسكهم وتقعد تخبط فيهم. فاكر ان انا مره عليا حاجه زي دي بس مش بحبها والله. اي لعبه فيها بتحدف حاجه بحاجه ما بحبهاش. يعني مش هو حتفن انا يعني اللعب كله كان كده. ما لو كنت انا لا في لعبه ثانيه. طب لعبت كره شراب قبل كده؟ طبعا طبعا. كره شراب ديت ده كانت يعني هو جيلنا ده كله كان بيمشي حافي عشان بيلعب كره شراب في الساحه. طبعا كنت بلبس باتا يا معلم. كنا بنلم شراباتنا. لا انت لو مشيت حافي ارحم ما تلبس باتا. خدها مني انا يعني حافي دي ارحم. بقول لك ايه ده اللي كان بيمسك كوتشي باتا ده كان بيبقى كنا بنقعد ندور عليه عشان اللعب. التوحيد والنور اللي هو الابيض. هو ما هو باتا. لا الباتا كان باتا ابيض بس ساعه ما بتجيبه بس يعني اول لبسه ابيض بعد كده خلاص. على فكره كان معايا صحابي القلم الازرق والقلم الاحمر يلون نص احمر. ايوه يلونوا نص. ملاك المنوفيه واجره الدقاليه وكده صح. هو بصراحه كان معمول عشان يدي لك مساحه في كل حاجه يعني تلون تلبس تتنين. هو بيدي لك مساحه ان انت الناس تطفش من حواليك فهو المساحه في ان انت تبقى بحريتك كده ومحدش جنبك. هو الغريب فيه ان هو يعني كان بيتلبس على كل المقاسات يعني انت بتجيب المقاس الواسع وكله بقى شغال تخيط من ورا بقى تعمل مش عارف ايه المهم يعني تقضيها زي الدورات الرمضانيه برضو ما عادش تقريبا الجو ده كده. لا موجود يعني العشماوي طبعا معلش لا اتعملت المره اللي فاتت اتعملت رمضان واكثر تنظيما واكثر احترافيه من بتوع زمان الملعب. طب انت عارف ان كان في دوره السنه دي في المنصوره فيها فار؟ فيها فار. لا ده الفار بقى اصلا مشروع بيتأجر. ما تابعتش مشروع كامل بيتأجر. جايبينه بقى في دوره رمضانيه. انا ما تابعتش السنه دي. بتاع دوره الثانويه ودوره سيدي ياسين ودوره جديله ودوره اولونجيل لا يا باشا ترتان بقى وكده ترتان. لا بتاعت سيدي ياسين في الشارع بتاعت الثانويه. هي بتاعت الحوار كده بتعمل في الشارع. لا بتاعت الثانويه في ملعب ترابه على في المدرسه في مدرسه مش فاكر مدرسه صنايع تقريبا. هم كانوا ساعات غالبا بيلعبوا في العسكريه. الترابه بتاعت العسكريه. لا المره دي بس هي اتخذت اكتر في سكه البيزنس. وبقى ليها يعني جزء استثماري شويه. فده برضه سبونسر بقى وكل التيشيرتات وعندك كل النوادي عاملين دورات رمضانيه. فده على قد ما هو على مستوى اللي هو جوه الملعب يعني المساله فيها يعني اعلى شويه بس طبعا مش بنفس الروح بتاع دورات رمضان بقى اللي هي بقى عم مش عارف مين ومش عارف مين بيلم مين وفرقه مش عارف انت الجو ده اللي هو دي لا دي مش هتتكرر. كان ليها جو تاني. فيلم الحريف اللي هو الناس بتستنى النهائي ولا اللي قبل النهائي كمان والماتش بيتلعب والمغرب فاضل عليه 3 دقايق والشارع مليان ناس ما حدش واخد باله ان يعني الفطار كمان شويه من كتر ما خلاص بقى النهائي النهارده. يا باشا ابويا كان بينزل يجيبنا ساعه الفطار دي بعدش موجوده. يلا نلعب بقى احترافيه. الدور ده صاحبنا هيسحب ورقه
من صندوق المفاجآت. يا ترى الورقة فيها ايه؟ انت مش خلصت العلبه دي في الحلقه دي بقى في رمضان انت مش خلصت. اشاعات ما بتخلصش العلبه دي يا محمد. كانت اشاعات وخلافه، انما يا جماعه النهارده فيها مفاجآت كتير. العلبة فيها ايه؟ العلبه فيها لعب. طيب احنا نسيب ده في جنب الاول عشان ده ملوش ده دعوه. التضحيه ولا الوقت؟ انا قاوي ده للضيوف العزاز. لا الوهم صحيح. صاروخ. طب ده بسرعه الهروب يا بيه. لا، بسرعه يا محمد. خش يا باشا، لا، خش لا، كده لا، ورينا لا. هتعمل ايه. هات ورقه واحده بس، ورقه واحده ماشي. ايه سمعنا كده يا عم. هلا كل ده استنى هوصل لها اهو. هتوصل للزيتونه. اخر كلمه يقول لك دي صديقي اتصل بحد من صحابك اه اللي مش في القعده، الله. واقنعه انك في الاسم ومحتاج كفاله حالا. وافتح الوقفة. السبيل. اتصل باحمد ليله الوقفه. اللي انت في الحالات اللي زي دي على طول ليله الوقفه. هو احمد بيبقى عارف وبيبقى قافل تليفونه. بيقول لك فصل شحن. يعني كده خلاص. لا بيبقى فصل شحن. يعني مش هنعرف للامانه نكشف يعني حد. للامانه يعني احمد ما حدش يحتاجه في اي موقف الا السكره. هو السكره. السكر يعني مش ما حدش هتتصل يحتاجه بحد. في موقف الا لما كان معاه يعني قلبا وقالبا. انت بتخلع من الرجال. وافتح السبيكر كمان. انت بتخلع كده. طب ما تتصل بيه، اتصل بيه، اتصل بيه بس اتصل. بجد بقى، اديها جد بقى. مثل يا نور. ايه العيد فرحه وقال له ماشي الاسم اسم علامه مفتريه. ممكن ما يسمعش اللي في دوشه ولا حاجه. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمه الله وبركاته. الو. السلام عليكم احمد. احمد انت معايا سامعني؟ ازيك يا مستر؟ ازيك يا حبيبي اخبارك ايه؟ كله فل. شلون طيب؟ دايما يا رب وانت بالصحه والسلامه يا حبيبي. معلش انا عارف ان الليله دي ليله العيد وانت اكيد في مع العيله وبتعمل حاجات يعني اكيد مشغول يعني، بس معلش انا اسف انا بتصل عليك دلوقتي في موقف كده صعب شويه. الو. ايوه حبيبي. الو. سامعني؟ تو ده ولا ايه؟ الو. سامعني يا حمام؟ كده تمام. طب يا حبيبي بقول لك معلش انا اسف ان انا بتصل عليك في الوقت ده، انا عارف ان انت مشغول دلوقتي، بس في موقف كده مش ظريف حصل. مش ظريف؟ الو انا خبطت واحد بالعربيه. الو. الو الو. حبيبي سامعني؟ ايوه. بقول لك معلش انا خبطت واحد بالعربيه وموجود دلوقتي في القسم. الو. لا اله الا الله. فاني اسم. معايا؟ فاني اسم. انا في اسم اول دلوقتي. لا اله الا الله. هو الاسم بيبقى والراجل- فاتح في الاسم عادي؟ انت بتهيألك ان انا بهزر صح؟ انا بتكلم جد فعلا. انا فعلا في الاسم بحاول اتصل، حاولت اتصل على محمد عبد العظيم واتصل على حتى على تامر، بس واضح ان هم تليفوناتهم مقفوله يعني. يا اولاد اللعيبه. الحمد لله ما جابش سيرتي. ده فاسك على فكره. هو جابك منين ده؟ جابك منين؟ شكله خلي بالك هو عارف ان احنا بنسجل. اعترف يا مجرم. هو عارف ان احنا في هو ما الحلقه. اعرفش ان احنا هنا اصلا. لا ما هو عارف، هو ما عرفش يجي. صح ما انت عارف. انت كلمته انا تبقى كلمته وسطهم؟ النهارده قبل شكرا يا احمد. حبيبي بعدين يعني انت كلمت تامر وعظيمه وانا لا. خلي بالك ماشي. كل سنه وانتم طيبين. انت كل كنت سنه معاه في وانتم طيبين. العربيه. ايوه حبيبي انت معانا على التليفون. انت على الهوا. على الهواء. انا بقول لك جم سبحان الله في ثانيه. ما هو تقريبا لما اتصلت عليهم هم عرفوا انا فين وجم جري يعني. سبحان الله. كتر خيرك يا حمام والله، هم خلاص قاموا بالواجب يعني. الو. الو تاني. قول للناس بقى كل سنه وانتم طيبين. بيقول لك واحد اسمه سيد وواحد اسمه عيد. سيد. كل سنه وانتم طيبين والناس كلها بخير وصحه يا رب. حبيبي ربنا يكرمك ويبارك فيك. زون. طب يا انت حبيبي طيب كانت ناقصاك القعده دي يا حبيبي. اعمل ايه بس زمان الفاكهه بايظه دلوقتي. معلش حبيبي ما كل سنه وانت ما فيش طيب. تليفون كل جاي سنه نروح وانت الاسم طيب. تاني. يعني خليك فاتح التليفون الله يكرمك. لسه العلبه معانا. اهو. لا خلاص بس والله يا معلم.
مع الف سلامه حبيبي. سلام. يلا يا تيمو، يلا يا طب تيمو. ما تخليه فاتح بقى خش هتصل بيه تاني دلوقتي شكلنا. شام نور يقول لك يا سيدي اسأل سؤال اللي بعدك في الدور، ولو جاوبه غلط هيتخصم منه 3 نقط. اهو طب المخرج يحسب دلوقتي يا أستاذ عمك نور كده عديت كده 5 نقط. هنحسب الواحدة ب5. طب تمام. الصح ب5. خلي بالكم انتوا اللي بوظتوها بضحككم. لا بس انت ممثل. الراجل ده كان هيجي عليه دخله بصراحه في يعني هو الاول. بس اديني التجميعه وانا همشي بس ايه ده؟ بس فاسك. جابك سببكم. جابك. طب احنا دلوقتي عملنا كده هنحسب له ولا ما نحسبلوش؟ 5 نقط. 5 نقط. 5 نقط. ايوه هو قالها حلو يعني. تمام ماشي. نعمل ايه بقى لصاحبنا ذكي قوي؟ اللي بعد مين، انت ولا شريف؟ اللي بعدك شريف. انا ماجد. نعمل ايه انت؟ لا هو انت اللي بعده. انت اللي بعده اهو. اللي بعده. قول. هو بيقول لك اسأل سؤال اللي بعدك في الدور، ولو جاوبه غلط هيتخصم منه 3 نقط. ماشي؟ لو جاوبت غلط. ايوه. ممكن تقول لي كل سنة وانت طيب بالروسي؟ لا انت يا ابني الموبايل. هو في كده؟ اقولها لك يا استاذ. كل سنه وانت طيب بالروسي. بس كده خدوا 3 نقط. لا خالص اسحب انا بقى. كل سنة جورباتشوف. تمام. بس محمد بالسالب كده 3 سالب. اختار 2. طب انا خدتش حاجة. جيت يا حلو القضاء. انا مالي. قال لك اختار 2 في القعدة يمثلوا مشهد خناقة في سوق بلهجة صعيدي، واللي ما يعرفش ينزل 10 ضغط. لا واللي ما يعرفش يتخصم له 5 درجات. ليه 10 ضغط اسهل؟ ها؟ 10 يلا ضغط اسهل. اتفضلوا. هو ده انت وتامر باشا. نعمل ايه؟ طبعا انت هتسيطر عليه في التمثيل. خناقة 2 في سوق بيتخانقوا وبيتكلموا صعيدي. يلا خناقة. يلا يعني الاثنين دول صعايدة يعني. الاثنين صعيدة بيتخانقوا. مش شرط على فكره ماشي. الكل بيتكلم صعيدي يبقى صعيدي. مش ايوه ما انا الصعيدي هو يتكلم. المهم يتخانقوا. يلا ماشي. انا ما اقدرش اتخانق مع الاستاذ تامر محمود. ادب والله العظيم ادب. لا بص سهوكة. هي مش ناقصة سهوكة. ما اقدرش. هتمثل هيتخصم منك 5 درجات. اللي انت عايزه ما اقدرش. اولا شريف قال الاجابه تقفل يعني تقفل الورقه دي نهائي، وانا بس لو مسموح لي هضيف ان اللي حط السؤال ده في ليله زي اخر ليله في رمضان وليله عيد ويقول خانقه، ده مش فاهم يعني ايه ليله عيد ويعني ايه رمضان. يعني ثانيه واحده معلش ثانيه واحده معلش. واللي حط السؤال ان انا اضحك على الراجل ده. لا اللي حط السؤال ده اتخصم له 20 درجه. بص العلبه دي كلها احنا مش عايزينها. احنا نلغي الموضوع. الغي العلبه دي. العلبه دي هات علبه الكحك. اتفضل يا عم. خد بالك 5 نقط ماينس 5 نقط. 10 نقط بس. الإفيه ده من فيلم ايه؟ شغال اكل. ايه بقى فيلم ايه؟ شغال اكل. من البرنامج بتاع الشيف الشربيني. شغال اكل. شغال اكل. كان فيلم ايه؟ كان فيلم ايه؟ الارهاب والكباب. لا اديله -5. لا استنى يا عم مش فيها اكل. انا قلت الكباب. لا كده بقى -10. كده -10. فيلم بوشكاش. هات بوشكاش. كده انت يعني احنا طلعنا من كده يعني انت لقيت الورقه اللي في ايدك عشان تكسب هتاخد دي برضه. شفت برضه محمد مش كان في الحلقه اللي فاتت كان في شويه شاي حلوين قوي. الراجل فين اللي كان هيعملوا لنا شاي دلوقتي؟ مطنشنا ليه كده النهارده؟ عملنا يعني شاي مره واحده رجالة. خلاص مره واحده مفيش وبس. شاي. يلا شاي. انت مش قلت هتعمل تاني؟ معلش بقى اصل البتاع ده هنعمل كمان شاي. اهو بيقول لك سيدي اعمل لنا اعلان 30 ثانيه ايوه عن الغساله اللي اخذت شرابات تامر محمود وحاول تقنعنا نشتريها. اشتريها شراب شراباتها شرابات ملبوسه مغسول. يلا بيفكر في الاعلان يا جماعه. الغساله صح اللي كده؟ خدت شرابات ده. اعلان عن الغساله. حاضر. وطبعا هنحط الاول فرفش ماشي. مبدئيا كده. نعنيش وهنحط فيها الغساله نفسها وهي بتتكلم. ماشي. وهتقول لك ايه بقى؟ قلت الغساله وهي بتتكلم. كل اللي كانوا بيقول عليا اشاعات ان انا باكل الشرابات
دي حكايات ملهاش اساس. انا غسيلي احلى غسيل، حطيت مسحوق او ما حطيتش، لا حطيت مسحوق او ما حطيتش، او برسيل. لا حطيت ماشي. مسحوق او ما حطيتش، غسيلي احلى غسيل. سلام يا سلام يا بتاع بس انت كده ما برسيل. جبتش سيري التاني. اديله 3 بونت بس يا ابني. ليه؟ انت بتتكلم على اعلان انا الغسالة. الحكم مالكش دعوه. 3 بونت. المهم ده اشهر تامر ايوه ما انا معايا الشراب اهو. يعني بتكذب تامر. والله بص، الغسالة من حقها تدافع عن نفسها. انا عامه مش هبيعها غير اما كل الشرابات اللي جواها تطلع. اتفضل يا معلم. خش. قول تمام. ارنبنا في منور انور ولا ايه يا عم بقى الهبل ده؟ احنا كبرنا على الكلام ده بقى يا عم بقى. انور يا ارنب خد يا عم. ارنبنا في اخصم منه 5 دقايق. ليه ما انا هو انا لازم اقول. هيقول قول ارنبنا في هو بيقول ايه؟ اقول ايه؟ اقراها لي كده. بس أرنبنا في منور أنور وأرنب أنور في منور. أرنبنا في منور أنور وأرنب منور في انا هقول ايه عشان اقول؟ انا مش عارف اقرا أنت الخط بس. تركيزك أعلى من تركيزك. ايوه عرفنا عشان الخط مش باين. قول يا سيدي. استاذ تامر، آه. أرنبنا في المنور أنور اه وأرنب أنور فأرنبنا. اقولها كده زي ما انت بتقولها يعني. 5 مرات. أرنبنا في منور أنور 5 مرات. وأرنب أنور في منورنا. أرنبنا في منور أنور وأرنب أنور في منورنا. أرنبنا في منور أنور وأرنب أنور في منورنا. أرنبنا في منور أنور وأرنب أنور في منورنا. بس على فكرة يعني هو كونه يقول بالمنظر ده لما يبقى فيها حرف غلط، لا ده يبقى 3 بونت. 3 بونت. 3 بونت. انتوا ما بتسقفوش لعمل تامر ليه؟ منورنا في منور أنور ضرب. هو بس في حاجة، هو انت ما بتاخدش ليه؟ استنى طب ما ده دورك. انت جدع هو فيه. بيدي لك الصندوق عشان تديله. في منور مين المرة دي؟ قال لك يا سيدي احكي للي قاعدين عن أكتر موقف محرج اتحطيت فيه ومش ناسيه لحد النهارده. احكي يا سيدي اللي قاعدين. بص يا سيدي، في يوم من الأيام لحظة شوف في ناس واقفين، أنت هتحكي اللي قاعدين بس. ما تزنقوا ما اسمعوش. في مرة من المرات، ده أكتر موقف محرج اتحطيت فيه في حياتي. في مرة من المرات كنت بشتغل مندوب مبيعات، تمام؟ فجه المدير، نزلت منطقة وحشة، شغلها وحش قوي. فجه المدير قال لا يبقى أنت ما نزلتش. قلت له والله نزلت. قال لي لا ما نزلتش، المشرف ينزل معاك. قلت له أوكي. فنزل المشرف معايا. الموضوع المكان ده كان فين؟ كان في الزقازيق، في منطقة يعني هي الزقازيق نصين كده، تمام؟ شعبية شوية يعني. في منطقه شعبيه شويه، تمام. فكانت الصيدليه اسمها ال40، انا فاكر اسم الصيدليه دي. المهم فالمشرف نزل معايا، قال لي فين خط سيرك؟ قلت له خط سيري اللي نزلته امبارح اهو. فنزلنا 3 4 صيدليات، قالوا له يا استاذ، هو طبعا ما دخلش بغشم يعني، هو دخل قال لهم يعني احنا كنا عايزين نراجع الاوردر، ما عملتوش اوردر امبارح ليه وكده. قال له والله يا استاذ محمد جالي فالدنيا. المهم يعني خلاصه الموضوع ايوه ان احنا بقى ايه خرجنا، فهو القلم بتاعه فضي واحنا ماشيين كده، فقال لي ايه هات القلم اللي معاك كده يا محمد. فانا كنت لابس بنطلون قماش، تمام. فالقلم وقع في الارض، حلو. فنزلت اجيب القلم، خلاص ما طلعتش. لقيت ده الصوت اللي حصل صح؟ لقيت الخياطه بتاعت البنطلون من اول الرجل فوق لحد الفخذ فوق هنا، قامت يبقى شريف محتاج يطول اللي هو عمل ده شويه. حلو الكلام. فطبعا قمت واقف، قال لي في ايه؟ قلت له البنطلون يا ريس اتقطع مني. قال لي طب تعالى ما نروح لاي خياط. فمشينا كده فلقينا ايه مش عارف مين، محمد الايه الخياط ماشي. قال لي خش على طول، خش بسرعه قول له الراجل اللي واقع على البنطلون قول له يخيطه لك. قمت داخل بسرعه لقيت 4 ستات قاعدين كده و3 بنات قاعدين كده، والراجل قاعد في النص. قال لي خير يا استاذ؟ قلت له لا هو مش خير. قال لي في ايه بس في ايه؟ قلت له والله شكرا متشكرين يا باشا. قمت خارج بسرعه. طبعا ايه رحنا لقينا ترزي بقى كده على قد حاله خالص. المهم دخل قال لي خش يا استاذ اقلع جوه. قمت داخل اديت له البنطلون. حكاوي القهاوي بقى يا باشا، وقعد 13 وكنا في الشتاء. ابوس ايدك يا ريس انا بريت عشان انا نشفت. هو قاعد يحكي مع المشرف غرزه كده بالراحه. ايوه ده موقف يا سيدي. خدت انا كده 50 بونت يا ابني.
خد يا عم شريف. رياضة هدف مهم للأهلي سنة 2020 مين اللي جابه؟ نكد عليهم يا ابني. اكيد طبعا عارف مين. القفشة ممكن. الله اكبر. هي مش القضية، القفشة ممكن. القفشه ممكن. تمام، اديله يا ابني 15 بونت. احنا وصلنا كده علشان بس ما نطولش على الناس بقى، والناس تروح تعيد واحنا كمان نلحق نروح نقعد بعدين. استنى برضو أيوة. استاذ خورشيد، انا كان نفسي تبقى موجود النهارده والله بجد والله العظيم. لم كل سنه وانت طيب، ولينا قاعده مع بعض ان شاء الله حبيبي، عشان انت وحشني. كل سنه وانت طيب باذن الله ان شاء الله. كل سنه وانتم طيبين يا جماعه. انا سعدنا بيكم جدا في رمضان السنه دي، ونتمنى ان احنا بس مش يكون البودكاست بتاعنا السنه دي قدم لكم يعني طرفه بسيطه ضحكتوا عليها او معلومه مفيده، او قدرنا ان احنا ننقل بصوره ما انطباعات بعض الاشخاص عن بعض المواضيع او بعض الخبرات، لانهم كلهم ناس اصحاب مناصب جيده واصحاب خبرات كبيره. فاتمنى ان شاء الله ان تكونوا استمتعتوا معانا، واستنونا ان شاء الله. ممكن نقول حاجه صغيره؟ اتفضل يا باشا. كل سنة وانت طيب يا أستاذ خالد حسونة، عشان أستاذ تامر نساء. ده اول واحد قبل ما تختم بس انا بس عايز اقول ان كان القصد من البودكاست ده ان الناس تتفرج لما يبقى في شله مع بعضها، بيبقى الجو بينهم عامل ازاي. ودي دعوه لكل مجموعه انها تحاول تبقى فيها بينها وبين بعضها ترابط زي اللي موجود عندنا، وربنا يبارك لنا. ربنا يديمه وربنا يديمه علينا. ربنا يديمه علينا نعمه. وفي حتة برضو مهم، ان اصل القعدة دي ما هو الا احترام متبادل، وما فيش فيه طمع في حاجة. يعني الموضوع مش مصلحة خالص، بالظبط كده. الموضوع كله قعدة بارتياح باحترام وحب طبعا. وحب. طبعا انا هقتبس كلمه اخويا احمد لما قال ان التجميعه كانت طبعا غريبه جدا وفي وقت غريب جدا، فسبحان الله ورغم كده تالفت القلوب. وطبعا اسمى الاشياء هو الحب في الله. فانا طبعا بحبكم في الله وبنحب الناس دي كلها، وان شاء الله باذن الله نجتمع على خير. برضه تامر، طب اتفضل. الشاي فين يا ابني؟ سلام عليكم. كل سنة وانتم طيبين. كل سنه